ليه بنسى المواد بسرعة خصوصا الأحياء؟ ليه بننسى كتير؟ أول حاجة إنك ممكن ما بتجمعش الأخطاء اللي أنت بتقع فيها ما بتجمعهاش. الحاجات اللي أنت بتنساها على طول أو صعبة في حفظها أنت ما بتجمعهاش في كشكول. المفروض تعمل كشكول تجمع فيه الأخطاء والتركات والحاجات الصعبة، وقبل ما تحط الحاجات الجديدة اقرا القديمة، اقرا التركات القديمة، الأخطاء القديمة، وليلة الامتحان تراجع منه. تاني حاجة انك ما بتتفرجش مثلا على فيديوهات بالنسبة للأحياء كتير، لازم تتفرج على فيديوهات 3D تثبت لك المعلومة. روح اكتب على جوجل التهاب يطلع لك انفلاميشن، روح اكتب على يوتيوب انفلاميشن 3D يطلع لك فيديو محترم زي ده، لو اتفرجت عليه هيثبت لك المعلومات بتاع الالتهاب على طول. الفيديوهات 3D بتثبت الأحياء جدا. تالت حاجة انك في الأسئلة بتهمل، انت عاوز تحل كتير وخلاص، بتختار الإجابة الصح وتجري، ما بتبصش بقية الاختيارات. لا، بص لباقي الاختيارات واعرف دي ليه ودي ليه. السؤال ده مثلا على أقراص منع الحمل، ابدأ ارجع لجزئية الأقراص منع الحمل من كتاب المدرسة أو من كراسة المفاهيم وابدأ اقراها، ابدأ اقراها اعرف فيها ايه. فتخيل مع كل سؤال يجيلك على أقراص منع الحمل عمال تقرا الجزئية دي، فالجزئية دي تتحفر في دماغك. طب لو لقيت نفسك مش فاهمها خلاص روح هات فيديو من اليوتيوب لدكتور محترم او استاذ محترم شارح الجزئيه دي زي الدكتور احمد غريب، شرحها بطريقه جامده كده. وابدا افهمها لانك مش فاهمها، انت غلطت في السؤال بسبب انك مش فاهم اقراص منع الحمل. ارجع اسمع بقى الشرح بتاع اقراص منع الحمل.